ضيفنا النهارده في The Story of You فاوندر من أكبر وأشهر ستارت ابس مش بس في مصر، في أفريقيا والشرق الأوسط. بدأ الشركة وهو عنده 26 سنة، وقدر إن هو يكبرها وينجحها إن هي توصل لاند مارك في الستارت اب ايكو سيستم المصري. بلال المغربل CEO and founder مكسب. هاي بلال، ازيك يا يارا، عامله ايه ايه؟ الأخبار؟ كله تمام، مبسوطين الحمد قوي ان لله. انت معانا النهارده we're very excited ان احنا نفهم اكتر عن مكسب، بتعملوا ايه، ايه البين بوينت اللي انتوا بتحاولوا تحلوه في السوق المصري. زي ما انتي قلتي احنا بدأنا الشركة تقريبا من تقريبا 6 سنين دلوقتي. كانت فكرة بسيطة جدا ان احنا عايزين نوصل السلع الغذائية في المناطق اللي كانوا بيسموها الموزعين ساعتها الصعب الوصول إليها والنائية بأكتر طريقة سهلة ومريحة للتجار عشان يقدروا يخدموا أهل المنطقة اللي هم عايشين فيها. دي مكسب بدأت كده. تطور الموضوع بعد كده ان احنا دخلنا في حلول التكنولوجيا الماليه، وبدانا نقدم خدمات مدفوعات علشان التجار يقدروا يدفعوا لنا ويدفعوا للموردين التانيين بطريقه سهله، ويعرفوا ان هم يستقبلوا مدفوعات من خلال المحافظ الالكترونيه، ويعملوا مدفوعات على الطاير، شحن كروت وخلافه، بطريقه سهله برضو ما كانتش موجوده في المناطق على الاقل اللي احنا كنا بنخدمها. واخيرا وليس اخيرا برضو دخلنا في حلول اللوجستيه، وبدانا نوصل الطلبات بتاعه الاي كوميرس بزنسز الكبيره والصغيره من خلال الشبكه بتاعتنا من البقالين. فبنوصل البارسل او الباكج للتاجر، والتاجر هو بيوصلها للمستهلك في المناطق دي. ودي كانت خدمه برضو مش موجوده، وكل اللي احنا بنحاول نعمله في اخر اليوم ان احنا نساعد التجار في المناطق دي يخدموا اهل المنطقه من خلال بيع مواد غذائيه او خلافه بطريقه سهله يقدر يكسب منها ويقدم خدمات ما كانتش متاحه في الاماكن اللي احنا بنخدمها دلوقتي. ووصلتوا لكام تاجر؟ عندكم كام بنفيشري في النتورك احنا بصوره منتظمه تقريبا في كل شهر بيفتح التطبيق اكتر من 120 الف تاجر، منهم تقريبا 80 الف تاجر بيعملوا على الاقل معامله واحده. واو. وانت شايف انه الفينتك ده الفيوتشر اوف ذا بزنس، ولا هو حاجه كومبلمنتري للبزنس الاساسي؟ يعني وصل دلوقتي مثلا الكونتريبيوشن بتاعه للبزنس بتاعكم بقد ايه؟ هو احنا معروفين في السوق ان احنا شركه بتاعه تجاره الكترونيه، بس في واقع الامر ان خدمات المدفوعات الالكترونيه تقريبا بقت نفس الحجم دلوقتي. واي شبكه امداد وتموين عامه عباره عن بضاعه نازله من اول المصنع لحد المستهلك وفلوس ماشيه الناحيه الثانيه. فعشان تقدر تعمل حل متكامل لاي منظومه سبلاي تشين او امداد وتموين، لازم توبتمايز في الموفمنت بتاع البضاعه والموفمنت بتاع الكاش. فهو جزء لا يتجزأ من المشكله الاساسيه اللي احنا بنحلها، وان احنا نخلي السبلاي تشين او شبكه الامداد والتموين efficient جدا علشان نقدر نخدم احسن باسعار مناسبه جدا للمواطنين اللي موجودين في المناطق دي. طب لما ابتديتوا كنتوا حاسين انه في ريزيستنس شويه من التجار ان هم تو ادوبت تكنولوجي، وشايف الموضوع ده اتغير ازاي over the years؟ انا شايف ان دي كانت مشكله في دماغ الناس اكتر ما هي حقيقيه، بالذات في العميل بتاعنا. العميل بتاعنا ده غيري وغيرك، هو مش عايز يجيله الحاجه بطريقه سهله وخلاص. هو ده البيزنس بتاعه، اكل عيشه، صح؟ فلو فيها ان هو يستعمل حاجه زي التكنولوجيا ما كانش بيستعملها قبل كده، هيتعلمها علشان دي احسن للبيزنس بتاعه. فده اللي كان ناس كتير قوي مش فاهماه، ان في المناطق اللي هي نائيه شويه الادوبشن بتاع التكنولوجي مش اعلى حاجه. وده كان حقيقي فعلا، بس اللي الناس ما كانتش واخده بالها منه هو قد ايه سهل ان الناس تتغير اول ما يشوفوا منفعه حقيقيه. وده اللي احنا شفناه بسرعه جدا. ده حقيقي فعلا. احنا بنشوف ان الادوبشن بتاعه التكنولوجي مش بتكون صعبه زي الناس متخيله لو الناس شايفه بنفيت حقيقي فيها. حابين نفهم اكتر برضو عن مكسب واكتر عن بلال، فمجهزين شويه جيمز نلعبها هتساعدنا ان احنا نعمل كده. يلا نلعب. يلا نلعب. اوكي، هنلعب بلياردو، بس كل بوكيت فيه كاتيجوري، الانفلوبس فيها اسئله، ففي حاجات على opportunities و challenges و trends و risks، حاجات كده نفهم منها اكتر برضو عن مكسب و about the story of you as a person. تمام. alright، ابتدي انت بقى عشان ماشي. ما افضحش نفسي. Here you go. thank you. اوه،
لا لو هنلعب انا باخد اللعب بجد. ماشي. حاسه بريشر جامد قوي يا جماعه. برافو. كده هسألك سؤال عن competition. اوكي. How do you differentiate yourself من competition بتاعكم؟ بس ممكن نرجع برضو step لورا وتقولي انت بتعتبر ايه الcompetition بتاع مكسب في السوق. احنا بنعتبر اي حد بيبيع لتجار التجزئه او اللي هم البقالين كومبيتيشن. معظم الكومبيتيشن بتاعتنا كلها اوف لاين، كلها تجار جمله بقى لهم بيشتغلوا الشغلانه دي اكتر من 20 و30 سنه، صح؟ ففي الاول وفي الاخر ده الكومبيتيشن الحقيقي بتاعي. بس احنا مش بنركز بصراحه مع الكومبيتيشن خالص، يعني احنا الطريق اللي احنا اخترناه لنفسنا ان احنا نقدم احسن خدمه كاستمر بتاعنا او المستهلك بتاعنا تحت اي تكاليف واي ظروف. يعني هو عندنا اوبسيشن شويه ان احنا نقدم احسن خدمه للناس دي، وده اللي هيفرقنا عن غيرنا. لكن لو قعدنا نبص يمين وشمال مش هنتحرك بسرعه لقدام زي ما احنا عايزين. That's a good obsession to have. يعني بنحاول. ماشي. هلعب تاني عشان انا دخلت الكورة. ماشي. عايزين واحدة سهلة بقى. مفيش حاجه سهله لو انتي بتلعبي معايا. طب ممكن نفرق دول عن بعض شوية. عندكوا expansion plans كبيرة الفترة دي، سامعة حاجات very exciting المغرب ودول تانية في أفريقيا. ايه المين opportunities اللي انت شايفها في أفريقيا؟ يعني احنا اوريدي توسعنا في المغرب من سنتين من خلال an acquisition that we did لشركة في المغرب كانت في نفس المجال اللي احنا بنشتغل فيه. وليتلي بقى عملنا a very big transaction. It's a merger with برضو شركة في نفس المجال اللي احنا بنشتغل فيه في أفريقيا. We're very excited هنتكلم في الموضوع ده in more detail إن شاء الله النهاردة. إن شاء الله. بس يعني الاوبورتيونيتي لو أنا هشرح الاوبورتيونيتي اللي احنا شايفينها ببساطة شديدة هي building a truly pan-African B2B e-commerce player. مشاكل الموجودة في الكونتيننت بتاعتنا almost the same، كلها شبيهة. أفريقيا بتنتج تقريبا ضعفين الأكل اللي بتستهلكه، بس في نفس الوقت فيها أكتر من 300 مليون بني آدم مش قادرين ياخدوا كفايتهم من الأكل. فاللي ده فهمه لنا ان في مشكله في اللوجيستكس مش في السكيرسيتي. البضاعه موجوده، بس ان احنا نحط the right amount of food at the right place at the right time هو اللي صعب جدا. in the right way through in the the right right way process. بالظبط. ففي حد لازم يوركستريت العمليه دي كلها. وتاني المشكله زي ما هي موجوده في مصر، موجوده في المغرب، موجوده في كينيا، موجوده في تنزانيا. بما ان مصر فيها سكيل كويس لتصنيع السلع الغذائيه وفي سكيرسيتي في الحاجات دي في بقيه الدول، فان احنا ازاي نستعمل مصر as a hub to export ال commodities and foods to the rest of Africa and help do what we did here بان احنا نقدم سلع للتجار هناك عندها جوده كويسه باسعار مناسبه برضه. Very very interesting and very exciting. And it's my turn. يلا. ماشي. ماشي. close. وكده صعبتها عليك غالبا. مش قوي يعني بس let's see. مش قوي خالص. انا قلت لك انا ما بحبش اخسر. trends. ماشي. اوكي. اكيد عندك insights كتير عن ال consumption patterns في مظبوط مصر. مظبوط. ايه اكتر 3 حاجات Egyptians consume؟ الايجيبشن كونسيومز هي مينلي كلها سلع اساسيه. سكر اللي كانت غريبه بالنسبه لي الشاي. المصريين بيحبوا الشاي فوق توقعات اي بشر. نستهلك لدرجه انها تبقى من التوب. طبعا من التوب كوموديتيز، لان هي كمان القيمه بتاعتها غاليه. الشاي غالي. يعني كيلو الشاي برقم كبير،
فبنحس بيها على طول يعني. والرز طبعا، الرز والدقيق أكيد. من اكتر الحاجات الكونسيومر المصري بيستهلكها. بس بصراحة الكونسيومر المصري طلباته بسيطة جدا، عايز حاجة بتفي بالغرض بجودة معقولة يعني، وسعر حتى مناسب. وسعر مناسب. فهو من بره تبان الموضوع سهل جدا، هو ده بس اللي هو عايزه، بس ان احنا نقدر نوصله لمناطق اللي احنا بنخدمها اللي هي صعب الوصول اليها حوالين الجمهورية كلها. الموضوع شاق مش سهل، بس هو الطلب نفسه بتاع المستهلك مش فعلا صعب. بسيط. طب شايف الترندز في الكونسومشن في بقية الدول اللي في أفريقيا اللي انتوا فيها شبيهة للسوق المصري؟ يمكن اللي بيميز مصر عن بقية دول أفريقيا إن الصناعة المتوطنة والمحلية كفاءتها أعلى بحبة حلوين. يعني اوكي. إحنا بننتج برضو جزء في السلع الغذائية بالذات مش بطال، معتمدين على الاستيراد في حاجات معينة، الرو ماتيريالز أو خامات معينة، لكن في الأول وفي الآخر في جزء كبير من الصناعة دي بيحصل هنا. ده مش موجود في أفريقيا، فدي حاجة بتميز مصر عن بقية الدول. بس في نفس الوقت هي فرصة في بقية الopportunity كبيرة قوي إن إحنا نexport يس أكيد. المنتجات اللي بتتصنع هنا لبقية الدول بتاعة أفريقيا. طيب أنا شايفة إنه مش محتاجين نكمل هنا، clearly أنت كسبت. ف let's go to the next one. يلا بينا. هنلعب سبارك O. دي سبارك O، نفس الرولز بتاعت اكس او، بس انت هتبقى السبارك وانا هقبل او. وقبل ما نحط السبارك او او في اي بوكس هناخد الكويستشن وانا هسأله لك. ماشي. ديل؟ فابتدي انت. آخد الكويستشن. خد الكويستشن. Give it to me. How do you acquire new customers? احنا عندنا فيلد فورس، عندنا المناديب بتوعنا على الارض، كل شغلانتهم ان هم يروحوا للتجار يفهموهم يعني ايه تجارة الكترونية، هيستفيدوا ايه لما يشتغلوا معانا. انا earlier قلت لك ان في الاول وفي الاخر الناس اما بتعرف انها فيها فايدة للبيزنس بتاعهم الادوبشن بيبقى سهل، صح؟ بس في نفس الوقت الناس دي متعودة ان شخص ما يروح لهم يفهمهم على السلعة الجديدة. المختلف هنا بس ان هو مش بيفهمهم عن السلعة الجديدة زي الشركات ما كانت بتعمل زمان، هي بيفهمهم مزايا ان هم يستعملوا التطبيق بتاع مكسب، ازاي يستعملوه، بفين هينزل لهم الخصومات وخلافه، علشان يبقى الموضوع سهل عليهم. Okay, interesting. My turn. يلا بينا. ايه اكبر عدد اوردرز عملتوه في شهر واحد؟ تهيألي قبل السيزون ده عدينا 11 12 ألف في اليوم، يعني فوق ال 300 ألف في الشهر. واو. مم. وده اوردر بيكون ده اوردر بيكون مكون من طلبية فيها المتوسط حاجات. عدد الاصناف في الاوردر بيبقى تقريبا اكتر من 22 صنف. البقال او التاجر الصغير اللي انت بتشوفيه ده بيبقى عنده اكتر من ما بين 800 ل 1000 صنف. بس الناس ما بتاخدش بالها قد ايه شغلانه الراجل ده صعبه، ان هو محتاج يشتري اكتر من 800 صنف من اكتر من 150 200 شركه ويسعرهم كل يوم الصبح. And this is a problem that you solve بان هو بالظبط. معظم السلع دي عنده available على بالظبط، احنا البلاتفورم. بنوفر له مكان واحد بيطلب منه بدل ما يضطر يكلم 15 16 شركة او تاجر. منصة واحدة بيفتحها كل يوم الصبح، فيها شفافية عالية جدا في الاسعار، وبيبقى متأكد ان هو هيطلبه هيوصل له خلال 24 ساعة. 24 ساعة؟ 24 ساعة. حاسة النقطة دي على شوية. 24 ساعة 24 ساعة. Okay, your turn. انا بقى ماشي. Okay. ايه اهم سكيل اكتسبتها من ساعة ما ابتديت مكسب؟ patience او الصبر. المشوار طويل والضغوطات فيه كبيرة، يمكن اللي بيبقى باين للناس من بره ان في سكسس كبير حاصل بيسمعوا عنها في الاخبار، وكل ده حقيقي وكل حاجة، بس عشان الواحد يوصل للموضوع ده لازم يكون نفسه طويل جدا جدا جدا. يعني روما ما اتبنتش اوفر نايت زي ما بيقولوا كده، ولا الشركات. الموضوع is a process بتاخد وقت وافرت كبير جدا من كل الاشخاص، من خلال هم مستثمرين،
او التيم بتاع مكسب كله لازم يحط effort ويبقى resilient فيه، وعلى فترات طويلة، صح؟ يعني هو الموضوع مش هيحصل overnight، بالذات ان احنا بنحاول نقدم خدمة ما كانتش موجودة قبل كده. من الاخر كده بتعيد هيكلة سوق زي سوق توزيع السلع الغذائية، وده اكبر سوق موجود في مصر، فمش هيحصل أكيد. في يوم وليلة يعني. My turn. اه خسرت انا مرة. احنا عارفين ان انت قبل ما تبتدي مكسب كنت بتشتغل في كريم، صح؟ مظبوط. وكان سؤالنا كتير قوي من founders في مصر are ex كريم، ده عشان الشركة بتهاير ناس عندها entrepreneurial talent ولا ال environment هناك بينمي ال entrepreneurial talent في التيم؟ هي combination of 3 حاجات، أولها فعلًا الselection criteria اللي كانت كريم بتعاين على أساسها، وهي فعلًا ناس هم كانوا بيسموهم self driven. أنا مش محتاج أقول لك تعمل إيه، أنت هتصحى كل يوم الصبح تعرف المشكلة فين وتحلها، صح؟ لأن إحنا لو تفتكري في الوقت ده كانت الcompetition بتاعتنا the most funded startup in history Uber، صح؟ فكان ساعتها إن إحنا بتكنولوجي مش متقدمة بالطريقة اللي كانت أوبر وصلت لها، كانت شركة بقى لها كتير قبلنا شغالة فيها بfunding يعني close to infinity ساعتها. فكان لازم نبقى creative وبنحل المشاكل كل يوم الصبح، وما فيش وقت إن نطلّع المشكلة لفوق وتتحل فوق وتنزل لتحت. فكان طبيعة الشغلانة وطبيعة الenvironment اللي إحنا كنا فيها بتتطلب إن إحنا نعاين بالcriteria دي. الحاجة التانية زي ما أنتِ قُلتِ الculture was again go do it yourself. people are empowered، عندهم authority عالية جدًا في سِن صغير جدًا، ومعاهم فلوس كتير جدًا. يعني طبعًا ما كانتش as much as Uber، بس إحنا we were the most funded startup في الregion في Yeah. الMiddle East وأفريقيا. فكان معانا budgets إن إحنا نتعلم، وأحسن تعليم الواحد بيتعلمه بإن هو يجرّب بنفسه، مش إن هو يسمعه في الكتب. فعلشان إحنا جرّبنا كتير جدًا عرفنا نتعلم بسرعة جدًا. يمكن أنا ما قضيتش في كريم أكتر من سنة ونُص، يمكن أقل من سنة ونُص، بس اللي اتعلمت فيهم كان في سنة ونُص دول كان أكتر من اللي أنا اتعلمته في ال10 سنين اللي قبليهم في الشغل. أنا كسبت أول مرة أكسب actually. بس يلا بينا let's go to our next and final يلا بينا. part of our episode. أوكي. كده سمعنا عن مكسب وعرفنا أكتر عن ال success story بتاعت الشركة، بس حابة أعرف أكتر عن ال success story بتاعتك أنت personally، يعني إيه الjourney بتاعتك، كان درست إيه، اشتغلت فين في الأول، احكيلي شوية عن يعني مش هاقول إن إحنا success story yet، يعني إحنا لسه on our way. لأ I genuinely believe so إن الopportunity is still very big ahead of us يعني. we're not there yet، والواحد لازم يكون مقتنع إن هو he's not there yet عشان يسعى إن هو يوصل يعني. fair enough. very quick background، يعني أنا I was born and raised في إسكندرية. وبعدين I moved للقاهرة هنا يعني من أول أظن تالتة إعدادي. من ساعتها وأنا باشتغل مع العيلة في family business في مجال الحديد which is as stressful as it gets يعني. الحديد أو أي سلعة استراتيجية يعني بيبقى فيها تقلبات كتير. أنا عندي قناعة إن ما اشتغلش في مينا مش فاهم الشغل في مصر. يعني الواحد لازم فعلًا يخش المينا ويشتغل فيه عشان يفهم how sophisticated things can get، وقد إيه الموضوع صعب وشائك، ممكن أي حاجة تحصل غلط في أي لحظة، وإزاي أتعامل مع الموضوع ده. وبعديها برضه كمّلت شغل في الصناعة مع العيلة، في صناعة الحديد، برضه صناعة تقيلة وcomplicated. فاتعلمت فيها كتير جدًا، واتعلمت فيها إزاي أشتغل مع أصغر حد في المؤسسة لحد أكبر حد في المؤسسة. بس الصراحة دي مش حاجة أنا كنت حابب أعملها، بس أنا لقيت نفسي باشتغل الشغلانة دي يعني علشان كان ده المجال اللي العيلة بتشتغل فيه. بس تاني اتعلمت من الشغل مع العيلة حاجات كتيرة أوي يعني، من إزاي الواحد يكسب ثقة الناس في السوق، إزاي واحد يكون قد كلمته في كل حاجة بيقولها. حاجات تبان بسيطة، بس هي دي فعلًا اللي بتفرق، بالذات لمّا الظروف بتبقى صعبة. فأنا باشوف نفسي إن أنا كنت محظوظ جدًا إن أنا
كان عندي الاكسبوجر ده في سن صغير ان انا اشوف حاجات زي كده وتقلبات، دنيا فوق دنيا تحت. فالواحد اتعلم ان دوام الحال من المحال يعني. وايه الموتيفيشن ان انت تسيب الفاميلي بيزنس وتعمل حاجة لوحدك، او عملت حاجة قبل ما تعمل حاجة لوحدك؟ ما هو زي ما قلت لك انا ما كنتش، انا لقيت نفسي، انا it wasn't by choice صح، بس لقيت نفسي بعملها. فاول ما لقيت الفرصه ان انا اجوين حاجه زي كريم، كانت بالنسبه لي ما كانتش شركه، كانت فينومينا كده لسه بتتكون في الميدل ايست، اللي هو يعني ايه شركات ناشئه، شركات تكنولوجيا ناشئه. وكنت حابب اتعلم ده، وكنت عارف ان انا في اماكن قليله قوي اللي هقدر اتعلم فيها ده. يمكن اكشولي الفكره بتاعت مكسب بالبيتش ديك بتاعتها كانت جاهزه قبل ما اروح كريم، بس انا I was very aware ان انا I did not know or understand how to scale a tech business, and I wanted to learn how to scale a tech business. ناس قليلة قوي knew how to start a company and grow a company يعني. بالظبط كانت اياميها لسه موضوع الستارت ابس كانت لسه في very early stages يعني. بالظبط. يمكن انا خدني شويه وقت على افهم يعني ايه ان احنا نكبر وهنكسب بعدين. ده شيء عادي، كان بالنسبه لي شيء لا مش عادي يعني. الجول هو growth مش profit. بالظبط بالظبط. ف how to build market places، وان الموضوع بياخد وقت ان انت تصرف على السبلاي، على العرض، وتصرف على الطلب لحد ما الماركت بليس يماتيور، وبعديها ان شاء الله نعمل فلوس صح. طبعا كلنا او معظم الناس في المجال بتاعنا بقت فاهمين الكلام ده. انا شخصيا ما كنتش اعرف الكلام ده وازاي بيتعمل، وازاي الواحد يبقى يعرف يفرق ما بين دي خسارة ولا ده استثمار في النمو وفي الجروث. بالظبط. فخدني شويه وقت على ما فهمت الموضوع ده، بس I'm very grateful for this experience، لان انا سهلت عليا حاجات كتير قوي في بدايات مكسب، وخلتني عارف اشرح الموضوع ده بثقه يعني. والواحد بيحاول يأتراكت talent، ودي اهم حاجه في الشغلانه بتاعتنا is the talent and the people you surround yourself with. I had to explain to them، لان most of them زي ما انت قلتي في الفتره دي ما كانوش لسه برضو يعرفوا ان احنا هنلم فلوس، هنقعد نخسر سنه في 2 في 3 في 4 في 5 لحد ما نوصل ان احنا بنينا حاجه واقفه على رجل صلبه، تقدر. بالذات تاني ان احنا بنعيد هيكله سوق، وان ده مكلف وهياخد وقت، بس لازم نبقى confident وواثقين ان في الاخر there is light at the end of the tunnel، وان ده هيشيب صناعه معينه، ونقدر ناخدها الى اماكن ما كناش احنا متخيلين ان الشركه تقدر توصل ليها اصلا. ما you said ان انت شايف انه ال big success is yet to come. ايه بالنسبه لك المايلستون اللي انت مستنيه تشوف ان مكسب توصل له؟ بالظبط. احنا يعني كذا حاجه. مبدئيا في البيزنس نفسه احنا بدانا كشركه تجاره الكترونيه B2B، بعدين تطورنا ان احنا اكتر سوبر اب للتاجر بيقدر يعمل عليه اكتر من خدمه. فان انا اشوف ده بيتحول لحقيقه، وان الخدمات التانية بتاعتنا اللي بره التجاره الالكترونيه توصل للماتيوريتي، وذر في الفينتك سبيس او في اللوجيستيك سبيس، توصل للي احنا عايزينه توصل له. تاني حاجه ان احنا كلنا في الشركه عندنا ايمان ان احنا we can prove to the world that from this continent by people of this continent you can really build profitable scalable technology companies that are tailored to the needs of the people of our continent. ولو وصلنا لان احنا نوصل للموضوع ده بالنسبه لي is the success. That is a very very worthy mission, who I think a good place for us to للأسف end the episode. بجد very inspiring story, both مكسب and بلال المغربل. Thank you so much, Yara. I think what you guys are doing is great, trying to showcase successes to the market. We hope that it really inspires other people to join this craze that will help leapfrog our continent and our country ahead, inshallah.